اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الفيديو صديقاتي الغاليات غادي نشارك معكم روتيني اليوم كامل، يعني شارك معكم واش درت فطور. يعني هذه الوصفة محال اللي تقدروا ديروها قبل الذهاب إلى العمل بدون الحيلة نتاعي. الوغ كما شفتوا هنايا هذا الشرشم، يعني جا في خاطري الشرشم. كما قلت لكم انا الشرشم يعني في فيديوهات سابقة انه دائما القمح عندي هكا نستعمله يعني عادي كما البقوليات، يعني من 15 يوم 15 يوم، ولا دي فوا في الويكاند. يعني اولي اللي ندير كسكس ولا ندير بركوكس ندير الشرشم سورتو مع هذه الطريقه السهله، واكيد لانه غني، يعني غني يعني التعريف انه غني، يعني فيه بزاف فوائد ما شاء الله، سورتو في النخاله نتاعها. يعني سورتو هذه الطريقه، يعني بكري كنا نقلعوا له هذيك النخاله ونحكوه، يعني كنا ناكلوا بريسك، يعني نقصوا له القيمه الغذائيه، ولكن بهذه الطريقه ما شاء الله وما يديش معك وقت بتاتا. الوغ كما شفتوا انا هذا الفيديو، هذه اللقطه درتها معكم في الليل، يعني كي بغيت نرقد في الليل كيما مداري نعجن. اليوم ما عجنش، قلت غادي ندير الشرشم ان شاء الله بما انه يوم خميس، ويعني الويكاند عندنا تاني كنديروا يعني بالكوكس وكاع، يعني الخبز باش ما يقعدش معايا. الوغ كما شفتوا حكمته، يعني بلعت عليه في شللته مليح وبلعت عليه في لاكوكوط ودرته خليته يغلي. قد ما يغلي يعني يصفر، يعني غير تصفر لاكوكوط مينيت، يعني التصفيره الاولى نبلع، نحبس عليه النار ونخليه مبلع غدوه من داك تشوفوا النتيجه ان شاء الله معايا. هنايا في الصباح يعني بعد ما توضيت وصليت قلت ندير يعني ندير ماسك لوجهي ان شاء الله باش نربح الوقت. هذه هي، يعني دائما راني نوض بكري ان شاء الله، يعني على 6 وربع الحمد لله راني اكيد يعني قدام ترقدي بكري، يعني باش تقدري تنوضي بكري لازم ترقدي بكري. يعني هذه هي زعما نتفاهموا عليها، ما غاديش ترقدي مع زوج تاع الليل وتقولي لي نقد نوض بكري. الو كما كنتوا شفتوا درت يعني هذاك الماسك اللي شاركته معكم تاع الكركم، يعني مليح جيد للتسبغات نتاع الشمس والبرونزاج. الو كما شفتوا ايضا عادي، يعني دائما انا نغسل الملابس مع الصباح ونشرها باش كي نجي حشيه نطبقها، ولا الصباح يعني تاني كيكون عندي الوقت نطبقها يعني عادي. المهم هادو صوالح يعني في الروتين اليومي. كما شفتوا هايك الشرشم، يعني والله صدقوني يعني بهذه الطريقه ما غاديش تقعدي تعجي عليه. كي تحلي لا كوكوط مينوت تلاقي هذاك الماء نشف وتلاقيه شرب مليح والحبه صاي طابت، يعني برك ديري معها الخضره ولا هذا ما كان. الو هذه يا حبيباتي كما شفتوا غادي ندير معاه البصل، بما انه ماش عندي خضر انا درت معاه البصل ودرت معاه حبتين من البصل كما كتشوفوا كبار. انا المهم يكون عندي بصل والثوم، يعني هادو هما الاهم. يعني كما شفتوا تاني درت معاه البقوليات، الا عندك ثوم الا عندك فول ولا ديري الفول ايضا يابس، ودرت معاه هذيك فلفل احمر، يعني كما شفتوا قولوا فلفل احمر. وغادي نطحن البصل تاعي في هذه الاداه كما كتشوفوا، يعني مليحه. يعني دائما الانسان يعني كداك ما غاديش نخليه يعني ماش متحقيتاش مبشور بزاف، سينو نديرها في البغاميكسور. ولكن دركا يعني غادي غير نقطعها، قولوا لي نقعد نقطع ونعاود غادي درتها في هذه. هذه يا حبيباتي وغادي نطيبها في القدره نتاع الطين لانه بريسك راه طايب. ودرك اوتر طون راني دايره الماسك على وجهي كما قلت لكم، راني نطيب وراني دايره بيان سور بعد ما تقهويت انا الزوج راح يدير الانترنت ولا يشوف جون، بيان سور بعد ما تقهويت انا الزوج راح يدير الانترنت ولا يشوف شي يقرا يشوف شي يشوف. انا راني يعني هكا ندير في الاشياء نتاعي ندم في البيت نتاعي. هلو هذه يا حبيباتي شفتوا غادي ندير الملح، غادي ندير زيت الزيتون، وغادي ندير هذيك الباقه اللي قلت لكم تاع التوابل والبذرات. ان شاء الله اللي ما شافتش الفيديو تولي لها، لانه راه فيها بزاف، فيها حرف، فيها حبه سوداء، فيها بزاف صوالح. او ميم طون درت كيما شفتوا انا ندير عادي بارد في بارد، يعني ما قليت ما والو. وهنا لا روماركيتو ما درتش طماطم لانه صلصه الطماطم راهي عندي في الكونجيلاتور وماش عندي، يعني قلت ندسها حتى تكمل، يعني ندير فيها بيتزات وندير فيها يعني في موسم الشتاء. الوغ ياكن دايرين باش نشرو، ولكن ما لقيناش ما تصادفناش بها. هذه يعني عادي انا نطيب كيما شفتوا اللي شايفين في القناه، يعني شايفين الفيديوهات نتاعي في الشتاء، يعني عادي ما عنديش طوماطيس ما نطيبش بها عادي. المهم تكون عندي فلفله حمراء كيما هاد سورتو هاد الاطباق التقليديه، يعني ورفناهم بصلصه حمراء. الوغ الكركم والفلفله حمراء تفي بالغرض. كيما شفتوا درت غير شويه، ومن بعد هذاك اللي نفخته يعني باش نربح الوقت، يعني خطره جايه تاني كنديرها ولا نديرها سلطه، ولا ان شاء الله نشارك معكم تولي كان عندي بزاف استعمالات نديرها سلطه ولا نديرها يعني كيما هكا. يعني ما شاء الله شرشم القمح، يعني القمح عندي استعمالات بزاف. كيما شفتوا هنايا التنظيم مهم. انا ندير اكياس ورقيه نتاوعي، غادي نديرهم في هذاك اللي بقالي، غادي نقسمها على زوج تاع لي ساشي، نص غادي نخليه غير شويه لتحت باش ندير فيه السلطه ان شاء الله، وهذا النص الاخر غادي نديره في المجمد باش
باش يعني الاسبوع القادم نتلاقاه واجد يعني ديريكت ممكن نوض الصباح نطيبه ندير عليه الخضره ونطيبه ان شاء الله. الوغ هذه هي حبيباتي يعني نورمالمون هنا هذاك الاول ندسه يعني كما شفتوا الماء الماء نشربه، هذاك الماء ثاني باش ما نقيسوش يعني داك الماء انا غادي نعاود نرده في القطر نتاعي ان شاء الله ونطيب به يعني ما نضيعوش. سينو خليه يستغل لانه لازم يستقطر مليح مليح باش ما يوسخلكش هذيك باش ما البوسه يعني الكيس الورقي ما ينحلش معاك وما يتقطعش. هذه حبيبتي هنا شفتوا راني نوري فيكم يعني الحبه قلت لكم ما شاء الله يعني بهذه الطريقه يعني برك غسليه مليح مليح نقيه حاجه باينه هذه انا كي نقتني داك الكيلو نقيه يعني على خاطري في الوقت يعني يكون عندي الوقت، ومن بعد ندسه مع الريفيتايمون تاعي ونبدا نطيب لانه كيما شفتوا هو ماشي كيما العدس ولا يعني فيه بزاف تلاقي فيه بزاف يعني حجر وتلاقي فيه بزاف اشياء اللي لازم نقوهم. وهذه هي حبيباتي كما شفتوا راني نديرهم في اكياس ورقيه كما قلت لكم بديل البلاستيك يعني ماذا بينا نديرو يعني ماشي غاليين يعني تدير 8 ولا باكي يعني فيه توليكا ماشي غاليين بزاف ويشدوا معاك كما قلت لكم الورقه تلكو كيس ورقي راه عاده كما نشتو واحد جديده ولكن الاخرين جبتهم ديجا كنت مستعمله فيهم يعني كيما نتاع الخبز يعني عاده تشد ليه حتى 15 جور ولا ما تقطعش يعني عادي ما يصلها والو ما ماشي يعني ماشي لازم استعمال واحد وتقيسيها حتى تتقطع معك. هذه يا حبيباتي كما شفتوا هي النتيجه نتاع الفطور نتاعي اللي بعد ما جينا وفطرت ما شاء الله. شوفوا يعني ما شاء الله الاطفال تاعي الحمد لله يا ربي ولك الحمد يعني موالفين هاد الاشياء يبغوا العدس يبغوا لو بوكاسي يبغوا بزاف ماكله تاع الشتاء. هنايا الاوتر فوالا حبيباتي في هذا المقطع حبيت نشارك معكم معجون الفلفل غبرة يعني كيفاش نحضره. يعني هذا العام اول مره يعني سيته كيما هكذا وخرج معايا مليح ولكن درت كميه قليله. العام الجاي باذن الله نعتمده ندير هذاك المعجون وندير تاني كذا. الوغ كيما شفتوا هنايا غادي يعني يبسته شويه في الشمس وكنت كل ما نستعمل الفرن نعاود ندخله يعني يشد معايا واحد تقريبا 10 ايام. بعد ما غسلته اكيد واستقطرته ونشفته بسربيته وخليته في بلا ينشف هكذا و او ميم طون عاود كي نشف معايا غايه طحنته يعني كيما شفتوا ما بغيتش نرد رطبه يرطب يعني معليش انا هكذاك تاني كيفي بالغرض. وتقدري هكذاك تخليه يعني هكذاك جويه يعني تقدري تحطي كيما هكا يبسه بلا ما نطحنه نحط شويه مع الحريره ولا مع الحساء نتاعي ولا مع الاخر ومن بعد نطحناه مع الخضر يعني تاني يجي ما شاء الله. الوغ كيما شفتوا عاود في التالي زدت شويه زيت زيتون وشوفوا راني نوريكم يعني النتيجه ما شاء الله يعني يخرج خير من تاع برا. فوالا حبيباتي هذا هو الفيديو اللي حبيت نشاركه معكم. ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو باش تشجعوني ونقعد نشارك معكم هكذا افكار تفيدكم وما تنساوش تابونوا القناه باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء الى فيديو اخر. سلام.